ازاي الافكار بتجيلنا، وفي منها حاجات ايجابيه جدا، بس اللي انا بسمعه معظم الوقت حاجات مش ايجابيه. فازاي الواحد يفرق بين الاصوات دي ويقدر يعني يركز اكتر على الايجابي؟ yeah. انت قصدك انه الافكار بتاعتنا ازاي هي بتأثر علينا، وازاي بالظبط، هي بتجيب لنا مشاعر مختلفة، صح، والافكار دي انت بتصنفها دلوقتي ان هي افكار كويسة او مش كويسة، بالظبط، صح كده؟ ايجابيه او سلبيه. ايجابية او ساعات سلبية. بحس ان انا في حته السلبيه دي اكتر. يا الفكرة كلها ان احنا لو نيجي نتكلم عن الافكار بنحاول نقول ان هي مش سلبية او ايجابية، بنحاول ان احنا ما نحطش عليها اي اوه، حكم. عشان كده انا اوكي، بقول ان في فكرة حلوة في فكرة وحشة. هي في فكرة functional يعني بتنفعني، اوكي. وفكرة dysfunctional هي مش نفعاني، ان هي مش بتوصلني للهدف بتاعي او مش بتخليني اعمل الحاجة اللي انا عايزاها. فمثلا ممكن اديك مثال، ان انا مثلا لو داخل امتحان وجات لي فكرة انه انا هعمل وحش قوي، ممكن تبقى فكرة صحيحة وممكن تبقى فكرة مش صحيحة، احنا مش حقيقي. عارفين ايه اللي هيحصل. بس هي فكرة مش نفعاني. ليه؟ لان هي في الاغلب هتحسسني بالتوتر، لان انا حاسس ان انا متوتر لو انا فكرت ان انا مش هعمل كويس. فبالتالي probability ان انا اعمل مش كويس هتعلى هتعلى. صح. بكتير بسبب توتري او احساسي بالتوتر. لو انا جات لي فكرة تانية ان انا مثلا اللي هي الفكرة ممكن نقول عليها functional اكتر او هتفيدني اكتر، ممكن اقول انا مش متأكد الامتحان هيمشي ازاي، بس انا هعمل اللي اقدر عليه. and that's مم. most probably هيخليك تحس ان انت اهدى. اولا هي فكرة واقعية اكتر، جدا، وفكرة اه. مبنية على facts، مبنية على حاجات ملموسة، مش مبنية على ان انا am assuming ان انا هعمل وحش في الامتحان. مم. على اساس انا لسه ما دخلتش الامتحان، فانا من مهم. يعني بناء على ايه انا بقول كده. مهم. ده قصدك؟ اوكي، مهم. حلوه قوي الفكره دي. Yeah. طب يعني ازاي افصل؟ اصل انا ساعات بحس الفكره بتبقى جزء مني وهي فكره واقعيه جدا، وانا راجل ذكي جدا، فانا اكيد الفكره دي مدروسه، ويعني الاحتمالات كده ان انا هشيل الماده دي. فازاي اعمل الفصل دي؟ اول حاجه بنعملها مثلا ان احنا اولا بنشتغل ان احنا نعمل awareness، احنا اصلا ايه الفكره اللي جات لنا. معظم الوقت احنا اوكي. بنحس بالاحساس او بنشوف التصرف، انا ما رحتش الامتحان او كنت متوتر قوي في الامتحان، بس انا مش عارف ايه اللي خلاني اعمل كده. فبنرجع خطوه لورا،